لو الاي اي حب يدمر العالم محدش هيعرف يوقفه حتى احنا. هل وجود مصدر قادر يدينا اجابات طول الوقت هيدمر قدرتنا على التفكير فعلا؟ زمن الاي اي الذكاء الاصطناعي الزمن اللي انت فيه مش محتاج كتاب تقراه، وانما انت معاك كيان افتراضي على ابلكيشن بيجاوبك على اي سؤال، بيخوض معاك اي محاوره من غير ما يعترض، عمره ما هيقول لك ما اعرفش او يجيب ورا. شات جي بي تي مش معمول عشان يلاقي الحقيقه، شات جي بي تي كيان بيقدم تخمينات مبنيه على انماط مكرره متخزنه جواه. الاي اي يا عزيزي مش بيقدم لك معرفه حقيقيه، ولكنه بيقدم لك النسخه الاكثر تكرارا من اجابه سؤالك. يعني لو في جمله قالت كتير حتى لو غلط فالذكاء الاصطناعي غالبا هيعتبرها صح. الاله بتعتمد على الفيدباك اللي بيجي لها من البشر ومن الانماط اللي بتتكرر، وبكده هتجيلك الاجابه اللي ترضيك كانسان، وهي الاجابه الاكثر تكرارا، لانه متصمم عشان يرضيك وعشان يعفيك من العمليه الطويله بتاعه التعلم واختبار القناعات. ما تصدقش الكلام على طول، فكر في كل معلومه واختبرها، جايز هتوصل لاجابه صح او غلط، بس الاكيد ان طريقه التفكير على الاقل دلوقتي عمره ما هينصحك بيها شات جي بي تي، والاكيد انها على صعوبتها وارهاقها الا انها اسلم طريقه واكثرهم ثراء.